وسط الصحراء مدينة الدخلة، لؤلؤة الصحراء المغربية على ضفاف المحيط الأطلسي. نقدم لكم مشاهد منها تسر الروح ولقطات تشاهدونها لأول مرة عن روعة مدينة الدخلة. هنا الدخلة، هنا كل شيء، هنا جمال الطبيعة وإبداع السواعد المغربية. المدينة التي أنشئت في القرن الثامن عشر على ضفاف المحيط الأطلسي لتكون مركزا للصيد، تتحول إلى لؤلؤة من لآلئ ودرر المملكة المغربية، ولنستكشف معا أفق الاستثمارات فيها، مع العلم أنها تستقطب استثمارات ضخمة في أفق أن تكون وتصبح قطبا ماليا كبيرا بامتياز في شمال إفريقيا. هنا الدخلة، ومنها نحييكم ونقول لكم صباح الخير. من قرية صغيرة للصيادين على المحيط الأطلسي إلى مدينة وأيقونة تجلب ملايين الاستثمارات. المدينة وبكل صراحة يحق لها أن تلبس رداء الكبرياء، فكل ما فيها يتغنى جمالا وتميزا وأناقة وثراء. الأماكن العمومية كما ترون لمسة من وحي الخيال. لا تستغرب، نعم أنت بالدخلة وهذه فضاءاتها، نعم أنت بالصحراء المغربية، لا تتفاجأ. قد تتساءل أين هي الصحراء؟ أنت في قلب الصحراء، في عروس المحيط الأطلسي. يحق لنا أن نسميها هكذا لأنها أبهرتنا وفتحت ذراعيها لنا في ترحاب قل نظيره. جنة الله فوق الأرض بالصحراء المغربية. نعم أنت بالصحراء، في قلب الصحراء وبقلب جوهرتها الداخلة. وللممر التربوي فيها حكاية أخرى، حكاية مدينة ليست كالمدن الأخرى عبر العالم، تتفرد بما لديها وتتغنى بجمالها، ويحق لها طبعا أن تتغنج. الدخلة يا باشا المحار لزويت، أن تأتي إلى الدخلة ولا تجرب وجبة سمك تكون مقدمتها المحار فأنت لم تأتي إليها أصلا. الدخلة مدينة السمك بامتياز، لكنها تحلو عندما تكون محاطا بأصدقاء كبارا. بارك الله عليك الحاج ديالنا، كنت حنصور الصحة والراحة. أحلى دخلة وأحلى صحبة والله. ومن الكيلومتر 25 حيث محج عشاق ركوب الأمواج. كل رياضي السيرف عبر العالم وجهتهم الدخلة، وبالضبط هذه النقطة بالذات